ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني من الفيديو اللي فات ورجعت معاكم بفيديو جديد. وقبل ما نبدأ فيديو النهاردة ما تنسيش تحطي لي اللايك وتشتركي في القناة وكومنت حلو منك يا عسل. ويلا نبدأ فيديو النهاردة. انا اول ما صحيت من النوم قمت بقى قلت هخلص المواعين، لان هي طالما خلصت المطبخ خلص. ما فيش حاجة بعد المواعين، هي اللي بتسحب المطبخ وهي اللي بتبينه مش نظيف بس يا بنات. فالمهم انا قلت بقى قلت هبدأ بالمواعين، لان الحاجة اللي انت تحسيها صعبة عليكي ابدأي بيها، هتلاقي بعد كده ان انت تنشطي ان انت تعملي الباقي، والباقي طبعا هيبقى سهل، فالدنيا هتبقى معاكي تمام. وعايزه اقول لك حاجه بالنسبه لغسيل المواعين. غسيل المواعين انا عندي غساله اطباق فهي منجزه جدا، بس انا بقيت احب اغسل المواعين عشان اغسلها معاكم. الاول قبل ما اجيب الغساله انا طبعا كنت بعاني من موضوع المواعين، لاني انا عندي فقرات في رقبتي كانت تعباني، فكنت بسيب المواعين بتاعه الفطار والغدا والعشاء بعملهم مره واحده، فده طبعا كان اجهاد عليا، لاني لقيت ان انا لما هعملهم مره واحده انا هتعب، لكن لما هعملهم اول باول لا مش هتعب. بس انا كنت فاكره غير كده بصراحه، يعني كنت بعمل الغدا وبروق شقتي الاقي نفسي ان انا مش قادره اقف اعمل المواعين اللي بعد الفطار او اللي بعد الغدا، فكنت بسيبها. فتاكدي ان اقرب مليكي هو اللي هيطلع يجيب سيرتك. إيه بس يا جماعه، فلا احنا نعمل حاجتنا اول باول مش هنتعب، ويلا نتشجع، واللي عندها مواعين دلوقتي في حوضها تقوم تعملها. لاني مش هنستنى ان حد طبعا يتكلم علينا. انا اللي في البرطمان دون اللي هي المرته اللي وريتها لكم في المشتريات هي خلصت، فانا حطيت في البرطمان شويه ميه كده وقلت هسيبهم بعد ما اخلص الشقه هبقى ارجع اعملهم، ابقى ارجع يعني اغسله. بس يا جماعه انا كده يعتبر شطبت مواعيني، ما خدتش مني وقت، ما خدتش حاجه، احسن ما حد يتكلم عليا. وبعدين كلنا طبعا مش كلنا شاطرين في بيوتنا، مش مستنيين ان حد يعمل معانا حاجه. بس كده انا شطبت مطبخي وتمام، ما فيهوش اي حاجه، غسلت رخامتي، رحت دخلت بقى لميت الغسيل اللي على الحبل وقعدت في اوضه الاطفال. قلت لا انا بقى اطبق غسيلي، علشان مش هستنى برضو ان حد يجي يعمل لي حاجه، لان محدش هيعمل لك حاجه، واللي هيعمل لك هيطلع بره يتكلم عليكي. تيتا الله يرحمها كانت دايما تقول اكنس البيت ورشه ما تعلمش مين اللي يخشه. وفعلا يعني ربنا يرحمها يا رب ويرحم جميع الموتى. هو فعلا كلامها صح، لان اللي بيخش عندك ويلاقي الحاجة مش نظيفة هيطلع يتكلم عليكي، ومش هيبقى حد غريب، لان ما فيش غريب هيخش بيتك، يعني هو القريب اللي بيتكلم. فلا احنا لا مش هنستنى ان حد يتكلم علينا، احنا اشطر وانضف من اي حد ممكن يكون، فاحنا حاجتنا هنخلصها اول باول. وبجد فعلا لما بيكون الدنيا رايقه بتبقى فيه طاقه ايجابيه في البيت، يعني لما بيبقى فيه مواعين في المطبخ وتدخلي الاوض تلاقي فيه هدوم محطوطه، ده بنفسه بيديكي طاقه سلبيه، بتبقي ملكيش نفس ان انت تعملي حاجه. لكن لما تلاقي الشقه نظيفه ده بيخليكي ان انت عايزه تعملي، لا شقتي نظيفه وفي هنا كام حته هدوم، في هنا طبقين ثلاثه، في كوبايتين، لا انا اخلصهم عشان حاجتي تفضل نظيفه. ده في حد ذاته حاجه حلوه، ان بيديكي زي طاقة كده ان انت تعملي النظافة حلوة. فيلا يا بنات كلنا اللي وراها حاجة تقوم تعملها، ما نستناش ان حد يعمل لنا حاجة، ما نستناش من حد ان يقول كلمة ملهاش لازمة علينا. وهو يبقى عايز حد يساعده، يعني هو عايز اللي يعمل، هي عايزة اللي يعمل لها، اسفة، وبتطلع تتكلم. فلا احنا انضف من اي حد، احنا شاطرين، واحنا مش هنخلي حد يعمل لنا حاجة، احنا هنعمل حاجتنا بايدينا يا بنات. مش هنستنى لما واحدة تكسر عينينا بانها مثلا وقفت ساعدتنا في مواعين او وقفت ساعدتنا في شقتنا. لا مش عايزة منك حاجة، اعملي انت لنفسك وما تستنيش حاجة من حد. بس فالمهم بقى يا بنات زي ما قلت لكم انا لميت غسيلي كله طبقته، رصيته في الدولابات، ما خليتش طبعا الاوضه فيها اي حاجه. ورحت دخلت بقى عملت لهم الغدا انا عملته، بس ما شاركتكوش الغدا النهارده عشان مش عايزه الفيديو ده كمان يطول عليكم وتقولوا ان انا بنزل لكم فيديوهات طويله. عملت لهم النهارده ممبار، كان عندي كوسه باللحمه المفرومه، يعني طبق صغير كده كان متبقي من امبارح، وكان عندي باميه متبقيه من امبارح، وكان عندي رز يعني طبق كده مثلا متبقي من امبارح، فانا قلت لا انا مش هرميهم، حرام، يعني احنا دلوقتي اللي هو يا بنات، يعني لم النعمة تسترك. فطبعا يعني الاكل اللي بيتبقى تاني يوم ده بيبقى سترة من عند ربنا، يعني مش حاجة وحشة ان احنا ممكن ناكلها تاني يوم، لا انا اكلته، بس عملت جنبه ممبار
وعملت جنبه طاجن لحمة. بس يا جماعة وعدى اليوم وكان الأكل جميل ولذيذ، وجم بقى الولاد بالليل، ماما قلت لهم نعم احنا عايزين ناكل حاجة حلوة يعني. طب عايزين ايه، اعمل لكم ايه، حلويات؟ لا مش عايزين حلويات، احنا عايزين إيه اسمها ايه يا بنات، بطاطا. المهم هنا الاكل اللي انا عملته انا ما شاركتكوش فيه، بس انا صورته لكم. اللي في عندي ورق رز، قصدي اسفه، رز كتير اتبقى من الممبار، فروحت طلعت كيس من الكرنب اللي انا مفرزه، ورحت عملت الكرنب دون. عملت 3 اطباق كده كرنب. قلت برضو يتحطوا جنب الاكل، ما هو مفيش حاجه بتخسر، والرز اللي هيتبقى لو انا حطيته في الفريزر هيدقدق يعني هيترمي، فحرام نرميه ليه؟ لا طلعنا الكيس اللي هو بتاع الكرنب وعملناه. بس يا بنات هنا بقى رحت طبعا قمت عملت لهم البطاطا، طلباتكم اوامر يا عساسيلي. عملت لهم البطاطا، وهي البطاطا بقول لكم انا بحط عليها ملح وفلفل وملح وكمون عشان بتبقى لذيذة كده وبتبقى جميلة وحلوة. بس يا بنات الفيديو ده انا حبيته يكون صغير كده وما طولش عليكم، عشان مش كل يوم هيبقى الفيديو طويل وتزهقوا مني. انا حباكم تكونوا حابين فيديوهاتي مش تزهقوا مني. يلا لو اتشجعتي من كلامي الفيديو شجعك في اي حاجة يا ريت تكتبي لي في كومنت. ولو انت جديدة هرحب بيكي، وما تنسيش تحطي لي لايك للفيديو، واشوفك على خير فيديو جديد. باي.